السلام عليكم متتبعين قناة أحمد من وهران. اليوم جبت لكم هذه الوصفة شابة بزاف وعلى بالي بلي تبغوها، اللي هي المرقة بالحمص يادرا والدجاج والحبات تاع البطاطا هكا في ديك المرقة. الروح ما يكون بنينة 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 بزاف. بصح كل وحدة على بالي بلي قاعد ديروا المرقة بالحمص والدجاج أكلة تقليدية، مي كل وحدة والبنة تاع يديها. شوفوا الفيديو تاع اليوم باش تتعرفوا على البنة اللي راني نهضر عليها. وخاصة هذه المرقة تاع اليوم تجيكم روعة روعة بزاف. راني قاعدة عاملها زوج تاع المكونات هذه المرقة، وغادي ندير ننتبهوا مليح للتوابل اللي غادي نديرهم والخضر اللي غادي نستعملها والطريقة. غادي تعجبكم بزاف بزاف هذه المرقة. نقولوا بسم الله وعلى بركة الله نتعرفوا على الوصفة. كيما شفتوني في الأولى درت زيت زيتون، وانتم اللي عندكم الزيت العادية ديروا الزيت العادية نورمال. وعندي حبة بصل كبيرة، حتى زوج حبات تكونوا متوسطين. كان عندي هنايا صدر نص تاع الصدر تاع الدجاج قطعته كيما شفتوني، وعندي هنا حبة كروطة، وعندي هنايا درت حوالي بول غرفية تاع حمص. هذا الحمص هذاك دايرته في الكونجيلاتور، جبدته وراني باغي نطيب به. نديرو الربطة تاع القزبر يكون جديد وهكا يفحفح وشباب، ونزيدو القضبة تاع الكرافز. تاني هي نديرها عوده ونديرها في الكيكوطه، ونأكد لكم بلاني غاسلته مليح، تغسلي 2 فوا ولا 3 فوا، وتزيدي تشوفي لا فيه كاش هكا كاش وسخ ولا عواده ولا. ومن بعد انا ننفضه، شغل نحن دائما هذيك النفضه تاعي لا في القزبر ولا في الكرافز ولا في المعدنوس، دائما ننفض كيما هكا الحشيش هذا. درت حوالي 3 فصوص تاع توم قطعتهم على الطول كيما شفتوا، درت شويه حرور، شويه فلفله حمراء، والكركب كركب مطحون، ونزيدو شويه تاع السكنجبير. هادو هما التوابل تاع المرقه تاعنا. كيما شفتوني ما درت لا طوماط تاع الحبه، ما درت طوماط تاع القوطي. تجي البنه روعه في هذه المرقه. السر تاع هذه المرقه من قلعت لها الطوماطيس. نخلو المرقه تاعنا كيما شفتوها تتقلى مليح تاع الحمص، تتقلى غايه الغايه. من بعد نحمي الماء ونجيبه نمرق به. وكاينه في هذه المرقه كيما هكذا تنجموا كاين اللي يبغوها فريت معها لي فريت. كيما انا ما غاديش ندير لي فريت، غادي ندير البطاطا داخل في المرقه باش هكا المرقه تاعنا تجي مجمره وثقيله وتجي شابه مام تجي صحيه. ما بغيتش ندير لهم معها الفريت، كاينين بزاف يفضلوا هاد المرقه كيما هكا ويديروا معها لي فريت. كيما شفتوني تقلت معايا غايه المرقه، قليتها غايه الغايه مع الاولى مع البصل وكاع، ودروك راني نمرق. ما نمرقوش بزاف الماء، نديروه على حساب المرقه على حساب الخضر هكذا، خاطر غادي نديروها في الكيكوطه ونعرفوا نتحكموا في النسبه تاع الماء اللي انا دايرينه، ميم هكا تجي مجمره وتجي ثقيله وتجي شابه. والان نقفلوا على الكيكوطه تاعنا ونخلوها طيب. الاولى نقول الغاز باش هكا تبدا تصفر. كي تشوفيها تبدا تصفر نقصي الغاز تاعك وخليها طيب حوالي ساعه ونحلو ونشوفوا المرقه تاعنا كي جات دايره. صراحه خواتاتي هاد المرقه تجي بنينه بنينه بزاف، وسيرتو لكن ولفتيها لولادك كيما هكا في هاد الايام البرد والشتاء. نبغوا نديرو كيما هكذا المرقه تاع الحمص، خطره جلبان، خطره كي راكم عارفين، خطره عدس، خطره بكاسي، هاكم عارفين النوع، خطره على خطره. المهم هاد الصوالح صحيين في البرد ملاح. هاي المرقه تاعنا حلينا عليها، راكم تشوفوا فيها روعه بزاف. راكم تشوفوا في هاد الحموريه غير تاع الفلفله الحمراء، ما رانيش دايره طوماطيس. نزيد الربطه التاليه تاع القزبر، هي اللي تطلق البنه كيما نقولوا هي في الاخر. خليها، واللي عندها الجوه تاني ادير جوا حار في هذا الوقت في هذا المومون وتبلع عليه، تخلي هذاك الجوه تاع الحار يطلق البنه. وهذه هي المرقه تاعنا تاع اليوم. كيما تنجمي هذه المرقه تاع الدجاج اللي خدمتها اليوم تنجمي تخدمي بها باللحم تاع الغنمي تاني تجي شابه بزاف. هذاك اللحم يطلق البنه تاعه مع داك الحمص. تبعي غير نفس الخطوات، ديري نفس الخطوات اللي درتهم، ميم حتى التوابل غير كيف كيف، وان شاء الله تخرج لكم اروع ما يكون. هاي المرقه تاعنا راهي واجده.
وكما عودتكم دائما اي اكله نطيبها نحطها قدامكم. نجيبوا زلافه ونحطوا المرقه تاعنا. هذه المرقه راهي بنينه بزاف، وما كانش نروحوا ونولوا ما كانش كيما الاكله التقليديه تاع اماتنا وتاع جداتنا، الاكلات البنينه كيما نقولوا تاع بكري. خطرات صح هنا في المومون تاعنا تاع دروك نديروا البيتزا ونديروا لي كراتي نديروا لي سوفلي ونديروا صح، بس نولوا غير الماكله تاع بكري تاع اماتنا وجداتنا. ما تشوفوش رواحكم دائما تقولي باللي راني متوحشه هذيك الاكله راني في شحال ما كليتهاش. مثلا نقولوا حنايا البركوك راني متوحشه، راني متوحشه مرقه بالحمص، راني متوحشه الرقاق. دائما كما نقولوا دائما نتوحشوا هذه الاكلات التقليديه. عليها انا درت هذه المرقه ونشاركها مع خواتاتي. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. وما بقى لي نقول لكم دائما نوصيكم باللي تبارطاجوا الوصفه مع احبابكم ومع صحاباتكم وحباباتكم. واللي ماهيش مشتركه في القناه تشترك في القناه، نقولها مرحبا بك. ودعموا قناتي، قناه احمد من وهران. وما بقى لي نقول لكم فرجه ممتعه مع المرقه بالحمص والدجاج. كما شفتوني درت مع التالي رشه تاع القزبر، وراكم تشوفوا الحمص راه طايب علامه. وهذيك الرواتني المرق تاعها راه ثقيله شابه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. وما بقى لي نقول لكم مع السلامه وتهلوا في رواحكم، والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله. مع السلامه.